السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. جاي لك النهارده بالحته الليموني عشان انا النهارده مش في كامل قواتي العقليه. انا حاسس ان انا في ربع طاير النهارده، فقلت بس اصور بقى النهارده كده. انا لما بتبقى هبه كده اقوم اصور. اتمنى كلكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا. خميس اهو الساعه 8. انتظام، احترام، ادب، اخلاق اهو بقى. اشوف اللايك بتاعك بقى والكومنت الجميل، اقل حاجه تتقدم لي. الالتزام حلو والله. جايين النهارده فيديو رياكت فريد من نوعه كالعاده، واتفرج على الفيديو للاخر عشان بتبقى فيه بهاريز كده بحطها في النص وساعات بحطها في الاخر، فانت وحظك هي فين في الفيديو. المهم قبل ما نخش على الفيديو، معاك دوم فاروق، قناه دوم فاروق. لو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب، ويعني لايك كومنت، تحفيز منه. احنا بنظبط الدنيا اهو. اولا مبدئيا ودني اليمين دي مسدوده، ما اعرفش نمت صحيت لقيتها مسدوده، فعشان لو حد نده لي وما سمعتوش يعني ما يزعل. يلا بينا نخش على الفيديو تمام. لا يا عم. ايه لا يا عم، انت بتقول ايه يا عم؟ انا اسمي هاني سلامه مش هاني سلاسه. انت هتبص. عيب والله ما يحصل فيه ايه. بالله عليك بالله، يلا يا عم. ايوه برضه بصني يا ابني، قلت لك لا. ايه ماشي يا عم خلاص. والله العظيم زي العسل. خلاص انا صورت. انا اتحطيت في نفس الموقف عادي، فبصت على طول. عادي بقى يا جماعه، ما تدقوش، بس ما كانش من راجل. هتختلف ها. ربنا يستر. انا شايف صوره من بره مريبه، يعني انا هحاول اكبر الايكون شويه تبقى كبيره عشان يا نهار اسود. انا داخل احنا داخلين على فيديو مش فاهم، داخلين على صفقه مرعبه، صفقه رعب مش شاذلي. يا رب اللي في دماغي يكون غلط، يا رب عيني يكدبني. اخواتي ورب الكون، انا ما بتاع حفاضات وما تفهمونيش غلط، بس قسما بالله دي صفقه حفاضات. انت بتبرر ايه؟ انت بتبرر ايه؟ حفاظات ايه ونيله ايه؟ انت بتقول ايه يا شاذلي؟ حفاظات ايه وانا مش جاي؟ انت بتبرر مالهاش. ده انا شفت الصوره من بره قلت يا رب يعني يكون لبان فراوله مثلا، جايب صفقه لبان فراوله. لما لقيت الاشكال دي هي خلاص كده عادي. موجود 48,000 عبوه، ما تفهمونيش غلط، دي حاجه حلال بتتباع في المحلات عادي. ايوه بتتباع في محلات، بس يعني و48,000 عبوه وهيجوا ياخدوها من ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ كيف يعني؟ كيف؟ دي صفقه موجوده قدامي 48,000 عبوه. العبوه عندي بتتباع ب21 جنيه. ايه انت مالك؟ انت اللي بتقول ايه؟ انت مالك؟ قول ايه؟ هو ايه في الموضوع وخلاص؟ انت مالك انت؟ ده واحده المفروض تيجي تقول ايه كده، لكن ايه ليه اصلا؟ انت مالك انت بالايه ومش القهوه؟ ده راجل بيبيع حفاظات حريمي، يعني اللي ايه السعر عجبك قوي لقطه ما تفوتش طبعا 21 جنيه. ايه ده بكره الواحد يروح يجيب 7. انا مش بتاع حفاضات. ما انا عارف والله العظيم يا شاذلي، يستحيل تكون انت بتاع الحفاظيه، يستحيل. احنا عارفين والله، بس احنا مستغربين الصفقه نفسها، الصفقه جديده غريبه، فاهمني؟ انا فاهم ولا ليا علاقه بيها. عارفين. تاني بيقول له عارفين، يعني انت هتحور علينا؟ ده اول واحد قال له ايه ده هياخد منك كل البضاعه دي. بس جت قدامي صفقه حفاضات، الحفاضه بره بتتباع ب 70 و80 جنيه. انت عرفت سعرها يا شاذلي؟ اكيد كنت شغال في صيدليه، اكيد كنت شغال في صيدليه بقى. ما تدعي بقى ها. عندنا العبوه ب 21 جنيه. ولع الدنيا يا شاذلي. ايوه يا عم ولع الدنيا بقى. ده 21 جنيه بس، والله العظيم عروض نار. الواحد لو كان معاه فلوس. حفاضات، بس صفقه حفاضات مستورده، موجود منها اخواتي وتجار الجمله اللي بيشتغلوا. اخواتك مين يا شاذلي؟ اللي هيجوا يعني انا مش عارف مين اللي هتيجي، مش عارف. مش هو عادي؟ طيب انا مش عارف ليه حاسس ان انا محرج وانا بتكلم. طب هو عادي؟ مش عارف. في الحاجات دي او اخواتي البنات، ما تفهمونيش غلط. يا عم هنفهمك غلط ليه وانت فاتحهم؟ ده انت هم مقفولين حتى اهو. يعني نفهمك غلط ليه يا شاذلي؟ ولا مصدقينك والله. احنا اتاكدنا خلاص ان هي حفاضات. تمام. 48,000 عبوه، والعبوه ب 21 جنيه. سلام. قال له سلام، ماليش دعوه بالحاجه دي، مش بتاعتي. انا ما اعرفهاش. الصفقه الجايه ربنا يسترها. بيها ايه الصفقه الجايه؟ ايه؟ اجدع صحابي من صغري، دول اللي يمشوا معايا دغري. تامر يا ثانيه بس، يعني كحي او تفي عشان الاستاذه هنا الزاهد محشوره جوه، يعني ظهرك بس كده فاهمه، هتلاقيها طلعت على طول، وقعت، نزلت، اي حاجه. فالله يبارك لك بس عشان احنا عايزينها. تمام. انا مش فاهم تامر حسني عامل لك كومنت، مش ده المهم دلوقتي. في فنانه جوه مستقبلها بيضيع، بعد اذنك. تامر حسني
صاحب عمري كله، ومهما اعوز واقول له مش هلاقي كلام يوصف حاجه في حقه. حبيب قلبي تامر. يا فنانة بقى ما تهزريش بقى، ده الدور الجديد بتاع رمضان ولا ده ايه؟ مقلب ولا ماسك؟ عشان انا الفيديوهات بتاعت النهارده مش فاهم لها حاجه، واحد بيعمل اعلان لحفاضات حريمي والتانيه لابسه هنا الزاهد ولا مش عارف هنا الزاهد عضتها ايه ولا حضرتك مين؟ في رعب في المواضيع النهارده، المواضيع مريبه حبتين. ها تعالى بقى، يا سلام والله شفت صورته من بره كده قلبي شرح، شفته حاسس ان انا خايف لا يشوف الفيديو يقول لك لا الفيديو طعمه مش احسن، مش جوسي. يلا نخش على الفيديو بتاعه. 4 بيلا حضر، بيلا جه، بيلا عند شيف براك وهيعمل اللي عليه. بعد ما صحيت من النوم لقيت مصر كلها بيلا عند الشيف براك. بيلا عند الشيف براك، فاهم؟ اللي هو رايح يعمل ريفيو لواحد اصلا يعني مش بعيد اصلا ياخده هو يعمل من فخاده شاورما ويقدمها عادي والناس هتعجبها برضه، لان هو ما شاء الله غني عن التعريف ومش محتاج حضرتك تعمل ريفيو تقول رايك في الاكل. انت لو قلت الاكل ما بيتحطش في البق اصلا ولا هنا عادي خالص، ما فيش اي مشاكل يعني. بس ماشي، انا نفسي اشوف بقى تحسه خريج يعني، بحس عمرو بيلا ده خريج فود ريفيور يعني، فاهم؟ ماشي. لقيت مصر كلها ممنشناني. والله كداب، ولا حد منشلك ولا حد عامل لك، ده انت تلاقيك كنت معاك، لقيت الموضوع كده، اكتشفت صدفه انه فاتح قلب. هذا هو الذوق الشيف براك. ادوق. يلا بينا نشوف القصه ايه. صراحه لا، الاكل وحش جدا جدا جدا. يا اقعد بقى في ايه؟ انت ايه يا عم؟ هو انت لحقت تدوق حاجه عشان تقول الاكل طعمه وحش؟ انا عمري ما هاجي هنا تاني والله العظيم. ده هو الراجل ده هو هيبقى مبسوط لو انت ما جيتش هنا تاني، ده هيعمل فرع تاني. شيف براك وصل مصر، الحمد لله على السلامه، وعلى الله التسهيل. هنبدا عاملين صرح الله اكبر، شكل خيالي بسم الله ما شاء الله. كل حته معموله بدماغ عاليه. خلاص هيحط لك فراخ ولحمه خلاص. ايه ده؟ اقعد بقى على الترابيزه لحد ما تشوف حد يجي يقول لك تاكل ايه. اقعد بقى. فعلى الله التسهيل. الشيف قطع علينا الكاميرا، مش اشكال. يلا حبيبي الراجل ده اللي بوظ العلاقه كلها. اخويا حبيبي ربنا يعزك يا عم. تقطع الحاجات دي في المونتاج، انا مالي. انا هبدا النهارده بالمقبلات. الطبق ده ثمنه 550 جنيه في المدينة. كم؟ ايه؟ ثانية واحدة بس. المقبلات ب 550 جنيه؟ هو عنده مائدة اللي عنده المقبلات أغلى من الأكل العادي؟ يعني المقبلات عنده أغلى من الأكل العادي، سبحان الله. يعني الفرخة تعمل لها مثلا إيه حوالي 70 جنيه؟ هو بيحب ينوع بقى يعني، قال لك كل المطاعم بتعمل الأكل غالي ومقبلات رخيصة، هو بقى عامل مقبلات غالية والأكل رخيص، سبحان الله. منيو بينزل زي ما هو كده، 5 الاطباق اللي معاهم شكل كويس جدا. مبدئيا انا مبسوط بشكل التقديم. ماشي. ها فيما بعد الاستقبال بتاع الناس، الاسترحاب بتاعهم. الاسترحاب والاستشروق. ده انت طلعت حاجه كويسه جدا جدا جدا. ولكن خلينا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم؟ سد الحنك؟ جايب لك سد الحنك في المقبلات؟ ما ايه طعمه ايه؟ جامده قوي دي. طب جامده قوي. طب انت خدت كل ده في جامده قوي؟ كان ممكن تقول على طول مثلا هو، لكن انت ما اديتش اي رياكشن خالص. طب كويس الحمد لله، في حاجه عجبته. قنوع بالعين الجمل، طعمها خطير 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 بجد. طيب انا بحب الحمصيه قوي. الحمصيه قوي يا روحي، وهي كمان بتحبك والله يا بيلا. يا دي الحمصيه يعني دايما تشكر لي فيك، تقول لي عمرو بيلا ايه قابلتها يعني صدفه ولا ايه؟ هتقعدوا سوا؟ يلا فهدوء. بسم الله. المطبخ التركي يا عم بتتوه. ها عجبتكش؟ باين على الوش خلاص. اصل توهت ليه؟ ما لو عجبتك هتقول يا الله العظيم 3 انت ولا تفهم. مش جديد لان انا قعدت 6 شهور يا عم. مش بص بالله عليك، ما بحبش الفسا. انا ما بحبش الفسا. مطعم تركي ايه اللي مش جديد عليك؟ انت اول مره اصلا تدوق الحاجات دي. انت كل معلوماتك عن السمسميه اللي كنت بتلاقيها زمان في الفرق الموسيقيه ولا الحمصيه، فما تقوليش بقالك 6 شهور مش عارف ايه. الله يبارك لك. قبل كده في تركيا الناس القريبين مني فعارفين، فانا الناس اللي قريبين اللي هو انا عشان المصداقيه، عشان ما حدش يقول ان انا كداب. طب كداب ده انا سالت الناس القريبين هيقول لك ان انت اصلا ما عتبتش القاهره، يعني انت اصلا من القاهره ما عتبتها خلاص انت قاعد فيها. يعني الاسكندريه حتى ما شمتهاش. المطبخ التركي فبجد من عشاق، انا من عشاق. ماشي. السلطات بتاعتهم كلها معظمها محترم وصحيه. معظمها. خش على الاكل على طول، خش على اللحوم والرز انت هتقعد ساعه تاكل في مقبلات. هنيجي اللي هو المفروض اهم شيء عندهم على كده، ده طاجن الشيف براك. طاجن الشيف وراك اكيد طبعا مليان مكملات وغذاء. طاجن الشيف وراك ده باسمه بقى هيكون عامل ازاي؟ ده بقى يا ترى عامل كام بقى ولا ايه؟ بتغسل الاطباق بعد ما تخلص تاكله وتغسل الاطباق؟ عجباني المقبلات بتاعتهم قوي بصراحه.
طيب خلينا ندوق. بسم الله. ايه قابلت عجل في الرز ولا ايه؟ ده عباره عن بتنجان مفروم معمول زي البابا غنوج كده، بس ده افتح شويه، حاطط له طحينه زياده، حاطط له زبادي زياده، فطعمه كويس جدا. نيجي لتست اللحمه. جوده اللحمه كويسه، ولكن كانت محتاجه تستوي اكتر من كده شويه. ايوه معلش انا قلت له ما تعمل لحمه بالله عليك يا بروك، يعني ما تعملها ما تسويهاش قوي عشان ما بحبهاش تبقى اللي هو جوسي كده، لا اللي هو تشد حتى سنه، فاهم؟ لحمه عادي تبقى بين البنين. فاسفين يا عمرو بيلا، المره الجايه باذن الله هنولع على اللحمه لحد ما تاكل نفسها من كتر السوا. حاضر. انا بحب اللحمه تكون مستويه. يا عم انت بتحب يا راجل، عامل مطعم عامل اكل على كيفه، ولا انت عاجبك الاكل كله مش عاجبك ما تاكلوش؟ ايه يعني عمر ما شفت عيب في اكل كان محتاج سوا. يا عم احنا مش في البيت هنا، انت مش بتتكلم الحاجه هنا. وخصوصا اللي احنا عند شيف كبير زي شيف براك، خلينا نقول عشان هم لسه فاتحين، فممكن يكون الضغط عليهم كبير. بسم الله ما شاء الله المكان عندهم شغال. يا عم خصم 200 جنيه يا عم من الاوردر، يلا يا بيلا افرح. حاجه كويسه جدا. مش معنى الحاجه طالعه نيه سيكه او هي عاوزه يا ابني ما يقول لك بص النبي قاعد ضرب الاكل كله يقول لك نيه. يا راجل ما تقولش نيه، انت هي السوا المفروض فيه بيبقى سوا قوي، في سوا عادي، هو عامل السوا الطبيعي. انت بتحبها السوا زياده، بتحب اللحمه تبقى كوتي كوتي في بقك، هو مش عاملها كده. تقول للناس نيه شويه، انت والله العظيم مش هتهدى لما حد ياخد حته من انت عارف انا قصدي ايه، ياخدها كده ويعملها بقى سوا ونيه وياكلها سبايسي وكريسبي. حاضر. تستوي اكتر من كده معنى اللي هي فيها عيب، بل بالعكس والله العظيم الحاجه بما يرضي الله الكويسه بنقول عليها كويسه. وعلى فكره بالمناسبه والله ما اعلان ولا الناس كانت تعرف ان انا جاي اصلا. انا مصدقك. طيب هنيجي للبيتزا بتاعتهم. هو مبدئيا هي دي اسمها حاجه ثانيه غير البيتزا، يعني مش بيتزا انا متاكد، بس ماشي. دي المقبلات بتاعتهم، هم بيقولوا عليها مقبلات. يا نهار اسود، كل دي مقبلات؟ هو في ايه يا جدعان؟ هو الاكل بقى مقبلات يا جدعان؟ هي الدنيا اتشقلبت ولا ايه؟ يعني انا اخلي امي بكره تعمل لنا على الغدا طماطم؟ مش فاهم، انا مش فاهم، افهم بس. اما الحاجات دي بقت مقبلات طيب يا ولا انت بتشرح غلط؟ انا خايف مش فاهم. ولكن خلينا ندوق نشوف الدنيا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم العجينه كويس جدا، الجبن اللي عليها كويسه، ولكن طعم العجينه والجنب اللي عليها اول مره اسمع طعم العجينه دي والله. يا رب لا 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 الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا كان نفسي تبقى مليانه جبن اكتر من كده شويه. حاضر حاضر، مليانه جبن اكتر. حاضر. واقفين عند البان الربيع احنا. حاضر معلش، المره الجايه بحط لك ب 700 جنيه جبن في حته البيتزا اللي بتاكلها. حاضر. ولكن هي سعرها غالي شويه، ولكن ده مش عيب. خلينا نقول هو بيستهدف فئه معينه تخش المطعم. حصل ايه اللي جايبك بقى؟ هو بيستهدف فئه معينه، الفئه اللي بتيجي تاكل وتقول وتمشي وتدفع وتمشي. حتى لو ما قالتش هتدفع وتمشي برضه، مش هيتكلموا في حاجه. مش بعيد اصلا الناس تكون جايه تتصور مع براك وتمشي، وهياكلوا الاكل عشان بيحبوه. هي دي الفئه. تمام. ولكن خلينا كجوده، لا الجوده كويسه، عجبني كل حاجه بيقدمها لك بشكل كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي ما اعرفش اسمها ايه، بس طعمها جامد جدا وتقيله جدا عشان فيها في قلبها قطع زبده، فطعمها بس هي انا كعمرو عجباني بصراحه. هو ما اعرفش ده ايه بس عجباه. ايه دي؟ قال لك فيها قطع زبده؟ دي مرطه اللي بتبقى في اخر السمنه مش الزبده. لا الرمان بجد صعب قوي. الرمان حبيباته حمراء قوي، حمراء قوي. شايف ان امي كانت لو زودت شربات شويه يعني كان هيبقى اجمل بكتير، بس انا هاكله عشان انا طفس ومش فارق معايا حاجه. بس الناس اللي خايفه على صحتها والكلام ده كله مش هتيجي معاها. ولكن خلينا نقول تجربه الشيف براك حلوه ولا وحشه؟ حلوه جدا. المطعم كويس جدا، الناس بتقدم حاجه كويسه جدا، وده حقهم بما يرضي الله. الكويس هنقول عليه كويس، واللي مش كويس هنقول عليه مش كويس، وما بنهبش من اي حد وما بنخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. وبحبكم في الله واشوفكم في فيديوهات كتير. سلام. دخل جاب ارخص حاجات في المطعم، قال لك تجربه كويسه جدا. ما باذن الله ربنا كرمني فتحت مطعم، هحط صورتك بره لو شفتوه. شاورما بقى، انت فاهم. كده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وباذن الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير. ما تنساش تدوس لايك لو الفيديو عجبك، قول لي كومنت تقول لي رايك. بحبكم في الله، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.